عندي الحرير ألوان تحتار في حسن العين، يرخص لك الغالي يمو المقام عالي، وراضي بقليلي وراضي بقليلي يا حلو ناديلي. النهارده هنتكلم على قصة حصلت فعلا في القاهرة في وسط الأماكن الشعبية، الحسين والسكرية وتحت الرابع. الأماكن دي بيبقى فيها ناس عايشين وعندهم أصول وعندهم قوانين وحاجات ما يعني ايه مع نفسهم كده بيعملوها. كان في وسط الكلام ده كله ثانية الدلالة. ثانية دي كانت صغيرة مش كبيرة، كانت في العشرينات من عمرها، وما كانش ليها حد قريب خالص غير ابن خالتها أحمد اللي كان جاي لسه من المنيا وجاي القاهرة، ما يعرفش حد غيرها. ثانية كانت معجبة بأحمد قوي، مش قادرة تقول له طبعا، لأن مهما كان الأنثى بتبقى عندها حياء، مش عاوزة تقول له إن أنا بحبك، بس إيه هي بتحبه. هو لاحظ ده فقال لها أنت عاملة إيه يا ثانية في حياتك؟ قالت له والله عايشة وحدانية وما عنديش حد وكده. لا إيه رأيك نتجوز؟ قالت له يا ريت، ده أنا كانت على لساني لولا كسوفي. المهم اتجوزها وخلف منها بنت وولد، كانوا جمال جدا. وايه كبروا البنت والولد، وأحمد لسه بيدور على وظيفة، وهي بتقول له ولا يهمك أنا فداك، أنا واقفة جنبك لغاية لما تقف على رجليك. أنت مش بس ابن خالتي، ده أنت كل قرايبي، أنا ماليش قرايب غيرك. المهم الولاد كبروا شوية، هو بدأ يروح يدور على عمل، فلقى في ورشة جنبهم في نفس السكة اللي هي بتاعت العباسية والحتت دي. دخل في الشركة وقالوا له انت بتدور على شغل في الحاج عبد الرحيم هنا. الحاج عبد الرحيم ده راجل طيب جدا وبيساعد كل الناس. المهم راح له قال له يا حاج عبد الرحيم، انا سمعت عن كرم اخلاقك وعن وجودك على الناس فانا مش لاقي شغل وعايز اشتغل. قال له طب بتعرف تعمل ايه؟ قال له انا ما بعرفش حاجه خالص. سنك كام سنه؟ قال له 25 سنه. قال له طب يا ابني انا كل اللي هعمله لك ان انا يعني هسألك لازم تعرف انت بتحبي. قال له بحب النجارة. قال له اشتغل نجار. قال له طيب انا هسيبك مع رمضان النجار اسبوع، وبعد اسبوع هختبرك اشوفك وصلت لايه. اختبره الحاج عبد الرحيم وقال له اعمل لي كرسي. فعمل الكرسي على ما يرام زي ما قال الكتاب. اعجب بيه الحاج عبد الرحيم قوي وقال ده في اسبوع تتعلم ده كله ده. فايه فقال له انا هعينك مساعد نجار. طبعا مساعد نجار دي كبيره في ورشه، بقى مساعد نجار. وبعدين بعد فتره جه احمد راح للحاج عبد الرحيم قال له يا حاج عبد الرحيم انا نفسي اتعلم القرايه والكتابه. قال له يا ده انت طماع قوي. قال له لا مش طماع ولا حاجه، انا طمعان في كرمك بس يا حاج عبد الرحيم. قال له طب هات لي معاك بكره كراستين واستيكه ولوحه دواز. جابهم معاه وبدا في وقت الفراغ، يبقى في وقت فراغ بغدا او حاجات زي كده، يجي الحاج عبد الرحيم مع احمد ويعلمه الف ب وعلمه 1 2. المهم في النهايه جمع وطرحه في النهايه في 3 شهور
كان احمد يتعلم القرايه والكتابه وبدا يشتري الجورنال، ازداد اعجاب الحاج عبد الرحيم باحمد. قال ده شاب طموح. وطبعا كان الحاج عبد الرحيم يكبره بمسافه مش كتيره، يعني مسافه ممكن يكون قريبين في السن برضه، من مثلا 10 سنين فرق ما بينهم، لكن برضه ممكن يتلاقوا يعني. مهم اتعلم القرايه والكتابه. بدا يقول له هطلب منك حاجه تانية يا حاج عبد الرحيم. قال له في ايه تاني؟ قال له علمني الرسم الهندسي. قال له ازاي؟ قال له اهو مهم بقى. بدا لقاه بيرسم الدولاب، بيرسم السرير، بيعمل منظور، بدا يتعلم منه كل حاجه. وفعلا بدا يبقى ويقرا ويجيب كتالوجات ويقرا فيها ويثقف نفسه، لدرجه انه تفوق على رمضان نفسه، بقى احسن منه بكتير كمان. والحاج عبد الرحيم قال لك لا، ده ما يتعينش، ده يتعين نجار وقسطه كمان، وعينوا قسطه على كل النجارين. طبعا رمضان ازداد غيظ. قال له ازاي انا اللي معلمه امبارح النهارده يبقى رئيسي؟ قال له هو مجتهد ومثابر وبيحاول، انت ما بتجددش نفسك. هو جدد نفسه وبدا يوصل لكده بمجهوده. المهم بدا يبقى ايه، هو رئيس الورشه بتاعت النجاره. كبر احمد، بدا يكبر وبدا الحاج عبد الرحيم واقف بجنبه. وايه، الحاج عبد الرحيم كان في عنده قصه، كان ساكن في حته في الحسنيه، حته شعبيه قوي، وهو لسه ما اتجوزش. وكان في حاجه اسمها ام حسن، كان عندها بنتها دي كان اسمها رأية. اتجوزت كذا مره وفشلت. وبعدين الحاجه ام حسن دي كان عندها بيوت كتير، في وسط ما هي كانت تعبانه وكانت بتموت، ندهت له يا عبد الرحيم، انا بعتبرك ابني مش ساكن عندي، فارجوك خد بالك من رأية ملهاش حد، وانا عندي بيوت كتير وعندي حاجه وخاف حد يضحك عليها، فخد بالك منها وانا بوصيك عليها. وماتت فعلا ام حسن وسابت رأية ما لقيتش حد تروح له غير عبد الرحيم تزوره. وعبد الرحيم كان متجوز وعنده اولاد. وفي وسط ما هي بتزوره، الأسطى احمد جاي يزوره في برضه عشان بيتعلم منه الرسم الهندسي والحاجات دي. فشافها رأية كانت جميله جدا فوق ما يتصور العقل، بس هي كان لسانها تقيل شويه. المهم قال له مين دي يا حاج عبد الرحيم؟ قال له دي بنت جارتنا وما لهاش حد. قال له طب ما تجوزهاني. قال له اجوزها لك وانت متجوز؟ قال ما انت عارف ان جوازي موقوف التنفيذ، لان الست ثانيه انت عارف انها ياما تحاول تحبسني وياما، فانا شلت منها وما بقاش عندي رغبه انها تبقى مراتي. المهم جت بقى ايه رأية دي، اسالها الحاج عبد الرحيم في واحد متقدم لك تاخديه؟ قالت له اشوفه. شافته قالت له اخده. احمد كان شاب وسيم جدا، صعيدي من الصعايده الطوال قوي والاسمر اللون والرشيق وشيك جدا في لبسه. فمهم اتجوزها، وحاج عبد الرحيم خدوا شقه جاره، بقوا جيران، بقوا اصحاب، بيخرجوا سوا وييجوا سوا. وايه بقى ما بقاش بقى ايه ده رئيس الاقسام كلها وده رئيس ورشه. المهم وهم خارجين من الشغل، ثانيه الدلاله حاولت تنتقم بقى، قالت انا ايه اللي يخليني اسيب ولادي واسيب جوزي تاخدوا حد تاني. وراحت رفعت عليه قضيه، والقضيه دي كان فيها نفقه. النفقه دي بدات ما تاخدهاش، نفقه للبنت والولد وليها هي كمان. المهم حوشت نفقه وصلت 300 جنيه. 300 جنيه في الوقت ده كان يساوي النهارده 30,000 جنيه، يعني مبلغ كبير جدا على راجل صنايعي. تعمل ايه؟ جابت المحضر وجابت الحكم، يا الدفع يا الحبس. ومع مين؟ مع الحاج عبد الرحيم. مسكوا المحضر،
راح جاي الحاج عبد الرحيم جاب 300 جنيه من بيتهم وقال له 300 جنيه اهو يا حاج يا محضر وايه وافرج عنه. طبعا موقف انساني جميل، بس اللي بالنسبه للسنيه كان موقف معادي ليها. بقت تعيط وتقول له يا استاذ عبد الرحيم انت حرام عليك تفرق بين واحده وجوزها. قال لها دي مش طريقه تسترجعي بيها جوزك، تسترجعيه بالرضا وبالحب مش بالمحضر والمحكمه. بدات هي تحاول تعتدي على الحاج عبد الرحيم، طبعا دافع عن نفسه، وبداوا يبقوا اصدقاء مش ريس ومرؤوس. ان الحاج عبد الرحيم كان رئيس الورش كلها وده كان رئيس ورشه النجاره. المهم صيت احمد وصل للكبار كلهم اللي هم وكلاء الوزراء والوزراء لكونه هو شاطر، وبدا يعمل لهم شغل. هو كان ذكي جدا، بدا يعمل لهم شغل هو بنفسه ويتحرك طبعا باذن من الرئيس عبد الرحيم. المهم عبد الرحيم ما كانش يعرف ان الحاجات دي هتبقى في النهايه ليها اثار عليه. هي مش اثار ولا حاجه، هو اللي حصل عبد الرحيم طبعا كان مؤهل وكان متعلم وفي اي مكان هيبقى ليه وظيفته. اما احمد الأسطى احمد كان او الرئيس احمد ما كانش ليه غير شغله. فبدا بقى يحس ان الناس بدات ترقي احمد ده، تقول له انت مش معقول تبقى رئيس ورشه بس، ده انت المفروض تبقى رئيس الورش. ورئيس الورش دي كلها والحاج عبد الرحيم. وراح الحاج احمد يعتذر له، يقول له يا حاج عبد الرحيم انت معلمي وانت فضلك عليا، وانت في اي مكان عندك مؤهلك هيبقى ليك مركزك، لكن انا لو خرجت من هنا زي السمك اللي خرج من الميه هموت. فما تزعلش مني لو انا خدت المكان ده، انت هتتعين مدير عام في مكان تاني احسن من هنا. طبعا الحاج عبد الرحيم خد على خاطره، يعني انا ازرعك تقلعني؟ قال له والله ما قصدي اقلعك، ده انا بحبك وانت عارف ان انا ماليش اصدقاء غيرك. المهم كانوا بيتفسحوا سوا بقى ويروحوا يصيفوا سوا وهما والاسره، الحاج عبد الرحيم واولاده ومراته والحاجه قدريه اسمها نسيت اسمها الحاج عبد الرحيم ورائيه والحاجه مرات الحاج عبد الرحيم واولاده. وبدات الحاجه رائيه تحب ولاد عبد الرحيم ده قوي لانهم جيران، لدرجه انها كانت بتاخدهم تنيمهم معاها في السرير وتاكلهم انها ما عندهاش اولاد. المهم صارت العلاقه بينهم وطيده قوي. وبرغم كده الحاج عبد الرحيم خد على خاطره شويه، بس في الاخر قال قال ده انا فاضل لي ايام وهطلع على المعاش، وانا اسيب له الفرصه لان هو المستقبل قدامه. المهم فعلا كبر الحاج عبد الرحيم وطلع على المعاش، وبدا الحاج الاستاذ احمد الرئيس احمد يزدهر جامد جدا جدا، وبدا يبقى صيته يوصل لكل حته ان ده راجل محترم وشاطر جدا في شغله. فكده الحاج عبد الرحيم زعل شويه، رجعوا اصدقاء تاني بعد ما فاتت الفتره الاولانيه اللي هي فيها عبد الرحيم كان عاتب عليه ان انت خدت مكاني، وهو بص لها بعين تانيه، قال لك انا كده كده طالع على المعاش وانا خدت مكان اعلى من اللي انا كنت فيه، وهو الراجل ما خدش المكان ده مني وسابني، لا ده هو انا اترقيت لمكان اعلى بواسطته هو، لان هو ليه معارفه كتير قوي اكتر من الحاج عبد الرحيم، لان هو كان انسان طموح وبيزداد معرفه بكل، كانت ساعتها البشوات والبهوات كانوا يعرفوه ويطلبوه بقى بالاسم، تعالى عايزينك في بيتنا نعمل كذا، عايزين كذا،
وبدأ هو يعمل واسطة للحاج عبد الرحيم نفسه، لأن هو كان عنده ذكاء اجتماعي أعلى من الحاج عبد الرحيم. الحاج عبد الرحيم كان ناشئ في قرية وكبر وتعلم، لكنه ما كانش عنده دراية بالناحية الاجتماعية قوي. الحاج الحاج أحمد بقى الأسطى أحمد بقى، أو اللي بيسميه إيه الريس أحمد دلوقتي، كان على علاقات كبيرة قوي، وبدأ يفرش فرشات كبيرة، وبدأ يتعرف على ناس كتير، وبدأ يبقى ليه مركز اجتماعي في وسط المجتمع، وبدأ الحاج عبد الرحيم حتى يستعين بيه في بعض أموره. فدلوقتي احنا بنتعلم من كده ايه؟ ان الاصرار على انك انت تبقى كويس لابد هتبقى كويس، تصر وتعمل على كده. العلاقات ما بين الناس اللي هي العلاقات الاجتماعية، كان الحاج عبد الرحيم الشيخ ما كانش ناجح فيها قوي، لان هو كان في حاله، من البيت للشغل من الشغل للبيت، ويصلي وياكل ولاده ويربيهم وبس. الحاج الثاني احمد كان على علاقات واسعه وبدا ما ينساش صاحبه حتى، ولا ينساش ولاده، ومراته حتى بدات تبقى صديقه لمرات الحاج عبد الرحيم وام لاولادها، وعاشوا مع بعضهم عيشه جميله فيها تسامح وفيها حب وفيها ايثار. يعني الحاج عبد الرحيم عمل ايثار ان هو ساب له المكان، هو كان يقدر يقول لا، بس هو ما رضيش يقول لا، قال لك اسيب له الفرصه. والحياه مع الحب والتضحيه والايثار والتسامح بتبقى اجمل بكتير.